طبعا خير يا شباب، ايه الاخبار؟ النهارده هنشوف مع بعض ازاي ندخل على موقع تشات جي بي تي سواء من الموبايل او من الكمبيوتر. طبعا يستحسن ان احنا نفتح من الكمبيوتر علشان نقدر نستفاد بكل المزايا بتاعت تشات جي بي تي. طيب اول حاجه بنعملها ان احنا بندخل على البراوزر بتاعنا سواء مثلا جوجل كروم او على مايكروسوفت ايدج. انا بستخدم دلوقتي مايكروسوفت ايدج عشان تشات جي بي تي متفعل عندي على الكروم، فمش هيدخلني على الاكونت من الاول. وطبعا بكتب فوق الويب سايت، اسم الويب سايت شات جي بي تي. تمام. طيب هو طبعا اول ما بيفتح لي اللي هو الويب سايت بتاع شات جي بي تي، اوكي، وبيقول لي يلا اسال، قول لي اللي انت عايزه او دور على اللي انت عايزه. طبعا ده مش الاكونت الكامل، ده الاكونت اللي هو البسيط، اللي هو اللي ما فيهوش كل المميزات، اللي هو الاكونت العادي الاساسي الستاندرد. طيب انا هعمل ايه علشان ادخل على الاشتراك بقى اللي احنا عاملينه؟ فبندخل على لوج ان. تمام، بدوس لوج ان من هنا. او لو هي لو طبعا حضراتكم عندكم اشتراك اساسي، فبيبقى موجود من تحت على الشمال مكتوب الاسم بتاعك ومكتوب من تحتيها لوج ان او ساين اوت ولوج ان. تمام. طيب فانا مثلا هدخل الاشتراك اللي هو الاساسي بتاعي اللي انا اديته لكم. تمام، مينو اكس راي @gmail.com. وبعد كده بقول له كونتينيو. هيقول لي الباسورد، هنكتب الباسورد مينو 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، وطبعا اتاكد ان انا شايفه صح. تمام، يعني اتاكد ان هو مكتوب صح. وبعديها هدوس كونتينيو. طبعا اول ما هدوس كونتينيو هيقول لي اديني الكود اللي اتبعت لمينو اكس راي. ده لازم بيتبعت لي انا على الايميل بتاعي، بيتبعت لي الكود بتاع ان حضراتكم دخلتوا على الويب سايت. تمام. هو بيقول لي مثلا في حد دخل، فبيقول لي ايه ابعت الكود، فهو بيبعت لي الكود على طول في لحظتها. فعلشان كده بقول لكم ان انتوا اول ما تلاقوا يقول لك ادخل دخل الكود، فانتوا كلموني في ساعتها، لان طبعا الكود ده ليه وقت وبيخلص. فانا الكود جالي اهو على الايميل، وبقول له كونتينيو. فهو هيدخلني على الويب سايت اللي هو تشات جي بي تي بقى، اللي هو الاكونت بتاعنا. تمام. فهو طبعا من فوق بيبقى كاتب لكم جيت بلس، لو انتوا عاملين اشتراك عادي بيقول لكم جيت بلس. بس طبعا زي ما انتم شفتوا كده، انا اول ما دخلت اهو على الويب سايت ودخلت اليوزر نيم والباسورد، راح شال جيت بلس وجاب لكم اسمي اهو من تحت مينا رشدي، والاكونت اوريدي معمول بلس. طبعا لو حضراتكم عندكم اشتراك اساسي في الشات جي بي تي، هتلاقوا الاسم بتاعكم برضو من هنا، وهتلاقوا من تحت مكتوب ان هو مش اكونت بلس، مكتوب عادي. فبعمل ايه؟ بخرج منه، بعمل لوج اوت، وبعد كده بدخل الاشتراك بتاعي اللي هو مينا رشدي، اللي هو مينو اكس راي اللي انا اديته لكم علشان تشتركوا على البلس. طيب دلوقتي احنا بعد ما دخلنا على على الاكونت، نقدر نستفيد بكل التولز اللي هو مديها لي. ان انا اقدر بقى احط حاجات، افتح اعمل ديب سيرش، كريت ايمج، يكريت ايمج، يعمل ستادي، يذاكر حاجه، يعمل كانفاس. احط له فايل واقول له الفايل ده اقراه لي، طلع لي عليه اسئله، فهمني. زي ما انتم عارفين كل الامكانيات، وتقدروا تعملوا تملوه وهو يكتب لكم اللي انتم عايزينه، او تتكلموا معاه في فويس نوت. طبعا بعد ما بنخلص الحاجه اللي احنا عايزينها، بنلاقي اللي احنا عملناه الشات متسجله هنا. وطبعا في ناس كتير من حضراتكم بيقولوا لي طب انا مثلا عايز اخبي السيرش اللي انا عامله، فانا اعمل ايه؟ طيب تعالوا اوريكم دلوقتي مثلا احنا هنقدر نعمل ايه هنا. هقول له اعمل لي مثلا create a lesson plan، يعني اعمل لي lesson plan about the American Revolution. تمام، اعمل لي lesson plan عن الامريكان ريفولوشن. انا يعني سألت سؤال عادي اهو، وهو هيطلع لي بقى الايه الليسون بلان اللي انا عايزها. تمام، واقول له يلا اشتغل. فهو طبعا هيعمل اهو الليسون بلان والكلام ده كله. وزي ما احنا شايفين اهو اتسجل الحاجه اللي انا عملتها، اتسجلت في الجنب. فهو ادي الليسون بلان. طيب انا مش عايز حد يشوف السيرش اللي انا عملته، فاعمل ايه علشان اخبي السيرش بتاعي؟ ممكن ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا اخد كل الكلام اللي طلعه لي، اقول له كنترول اي سيلكت اول. تمام، سيلكت اول، واخده كوبي. تمام، واحطه في صفحه وورد عندي على الكمبيوتر. اقول له مثلا ان ده الليسون بلان، هسميها ليسون بلان. اوكي، وادخل عليها اهو، واحط السيرش اللي انا عملته، نتيجه السيرش يعني اهو. هيطلع لي نتيجه السيرش بعد ما عملت لها كنترول سي، طلعت لي كل الكلام اللي قاله تشات جي بي تي. حلو، بس خلصت واعمل سيف، اكزit. انا كده تمام. ده اول حل. في حل تاني لطيف، ان انا بعد ما بخلص، تمام، انا هقول له ايه؟
اجي عند ثلاث نقط هنا، ادوس عليهم اوكي، واقول له شير. شير دي يعني ايه؟ سجل لي بقى الكلام اللي انا قلته ده، اعمله لي شير. هيقول لك انت عايز تعمله شير على ايه؟ اللينك دوت، عايز تعمل لينك على ايه؟ فاقول له ممكن تعمله لي كلينك واحطه مثلا في رساله على الواتساب. تمام. طيب لو انا عايز اخفيه خالص، اخفي الكلام ده خالص، فانا اقول له ببساطه اعمل لي الكلام دوت اهو. انا ممكن اقول له اعمل كوبي. تمام. وبعد كده اقول له اعمل ايه؟ الكلام دوت اعمله شير، الكلام ده كله. تمام. حطه لي مثلا في ورقه وورد. هو طبعا انا ممكن انزله في الشات او اخد كوبي مثلا وانزل الكلام ده كله في مسج على الواتساب. افتح الواتساب مثلا، واتساب ويب على الكمبيوتر واحطها عليه، او انزله على الايميل، او ببساطه بعد ما بخلص الكلام ده كله اقول له اعمله لي في ورقه وورد. هو حتى بيسالك في الاخر would you like to me to turn into a word، اقول له اعملها لي make it in a word file، اعمله لي في ورقه وورد. طبعا انتوا تقدروا تتكلموا معاه بالعربي ويعمل لكم الكلام ده كله. فهو انا قلت له اعمل لي الكلام ده في ورقه وورد، فهو هيعمله في ورقه وورد عادي جدا. اه، هيعملها دلوقتي اهي في ورقه وورد زي ما انتم شايفين. هو بس ايه، الانترنت عندي فيه مشكله. هو طبعا الموضوع بيتوقف على سرعه الانترنت عندكم، ان هو بيعمل فايلز في قد ايه ويبعتها لكم في قد ايه. اه، هو عملها، هو تقريبا سمعني وانا بتكلم بالعربي فهو راح عملها بالعربي. او تحميل ملف خطه درس الثوره الامريكيه، دوس على الفايل دوت وهو بيعمل داونلود. هتلاقوا الداونلود اهو، الداونلود اتعمل اهو. واقدر طبعا افتحه المكان اللي فيه الداونلود اهو. نزل الفايل في ورقه وورد معموله جاهزه. اجي افتح الوورد، الاقي ان هو مطلع لي الفايل كامل اللي هو عمله، كل الكلام اللي هو طلعه لي. حلو. طبعا اقدر اعمل كل الكلام دوت على حسب ايه الحاجه اللي انا عايزها، او ايه الحاجه اللي انا بدور عليها والشغل اللي انا بدور عليه. وبعد ما بخلص انا ممكن ببساطه اعمل ايه؟ اجي على الفايل الشات اهو، الشات، واقول له اعمل ديليت. ديليت، يمسح الكلام ده. فطبعا هيعمل ديليت لايه؟ لكل الشات اللي انا اتكلمت فيه معاه. اوكي. اه، اتمسح اسم الشات اللي موجود من فوق. طيب لو انا عايز اتكلم في حاجه مثلا مع تشات جي بي تي، اخد رايه في حاجه بيرسونال، ايه الحاجه الكويسه اللي انا اقدر اعملها؟ الحاجه الكويسه هو ان انا اعمل ايه؟ بعد ما اخلص شغلي في الحاجات اللي ليها علاقه بالتدريس على تشات جي بي تي، اقوم عامل لوج اوت. تمام، لوج اوت، وادخل الاكونت القديم بتاعي اللي هو العادي الستاندرز اللي ما فيهوش اي مشكله اهو. او مثلا اللي هو ده العادي، تشات جي بي تي العادي، واقول له مثلا كلمني عن آخر التطورات في مثلا في أي حاجة في الطبخ آخر تطورات في الطبخ، وهيطلع لي بقى الحاجات اللي أنا عايزها. طبعا ده بقى حاجات سرية، فما حدش هيشوف إيه الكلام دوت اللي أنا بدور عليه أو أنا بتكلم معاه إيه، لأن دي كلها حاجات من الأكونت بتاعي أنا الشخصي. فإحنا بنخلي الأكونت بتاعنا بنخليه للحاجات بتاعت التدريس. ولو حد عايز حاجة تانية ليها علاقة بشخصية بتاع حاجات زي كده، يقدر يعملها في الأكاونت الفري العادي. أو بعد ما يخلص ممكن يسجل الكلام اللي اتاخد زي ما قلنا، يا إما يحطه في ورقة وورد، أو يطلب من يعني أخده كوبي وأحطه في ورقة وورد، أو أطلب من شات جي بي تي إن هو يعمل لي الكلام ده كله في ورقة وورد، أو إن أنا آخد الكلام ده كلينك. تمام، لينك، وأحطه على في رسالة مثلا على الواتساب، أو أحطه في أي رسالة تانية، أو أحطه في أي ورقة وورد تانية وأحفظه. طبعا أقدر أعمل دوت من الكمبيوتر، وأقدر أعمل دوت من الموبايل. طيب إحنا دلوقتي شفنا إزاي نقدر نعمل الكلام ده كله على الكمبيوتر. دلوقتي تعالوا نشوف إزاي نقدر نعمل دوت على الموبايل. اول حاجه بعملها ان انا بخش على الستور، جوجل ستور او البلاي ستور. تمام، واقول له مثلا نزل لي البرنامج بتاع تشات جي بي تي. فبدوس على السيرش واقول له اختار لي برنامج تشات جي بي تي. تمام، اهو بيطلع لي البرنامج. طبعا انا ما ببصش على اول واحد، ما ببصش على سبونسر، انا بدور على الحاجه اللي انا عايزها بالظبط اهو. تشات جي بي تي اللي هو موجود هنا قدامنا، اللي هو ده اهو، هو ده تشات جي بي تي اللي انا عايزه. جميل. وبدوس عليه اعمل له داونلود. بما ان هو موجود عندي فانا هعمل له اوبن على طول. جميل. اول ما بعمل اوبن بيفتح لي تشات جي بي تي كده العادي. تمام.
طبعا بما ان الاكونت بتاعي متفعل اوريدي، فانا بدخل على السيتنجز بلاقي ان هو اللي داخل بالاكونت بتاعي اللي هو مينا رشدي. انا عايز اوريكم بس صورته من بره اهو، ده الصوره بتاعت شات جي بي تي من بره اهي. تمام، ده الصوره بتاعت الايقونه بتاعته. وبعديها بقوم دايس عليه، وبعد كده بخش على اللوج ان. يعني طبعا بما ان انا اوريدي عامل ساين ان، ف يعني مثلا اجرب اهو اعمل ساين اوت. تمام، فانا مثلا هقول له عادي كونتينيو عادي، او الاول اعمل لوجن. فهو يقول لي يلا اعمل لوجن، فبدخل اليوزر نيم والباسورد اهو، كونتينيو، والباسورد اللي احنا عارفينه. تمام، تاكد ان هو تمام مظبوط، كونتينيو. فهو هيقول لي برضو ابعت الكود، فهيدخلني على شات جي بي تي زي ما قلنا، اللي هو من غير اللي مكتوب عليها بلس من فوق اهو، وهيطلع لي كل الحاجات اللي انا اشتغلت عليها زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات. طبعا لو في اي سؤال انا يسعدني ان انا ارد لكم عليه. شكرا.